باش تكون عندك الجرأة والشجاعة والزعامة وتدخل البنكة في عز النهار وتسرقها بطريقة هوليودية، خاصك تكون سوبرمان. فشنو السبب اللي خلى هاد الولد يريسكي بحياته وبدون خوف ويسرق بنكة على قدها وما فكرش في العواقب ديال هاد الشي اللي دار؟ فبلا ما نطول عليكم ندوزو مباشرة تفاصيل هاد القضية. سلام، نتمنى تكونوا مزيانين ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقضيه جديده. وقبل ما نبداو القضيه ديال اليوم، بالنسبه للناس اللي كيعجبهم المحتوى ديالي، اشتركوا في القناه باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي، حيت الا ما اشتركتوش غتشوفوا هاد الفيديو وغادي يسالي وما غاديش يبقى يوصلكم الفيديوهات ديالي. والا كنتي من اهل الدار فمرحبا بك. واحداث قضيه اليوم غتدينا مباشره لمدينه طنجه. واحد النهار سنة 2019 المغاربة كاملين غيفيقوا الصباح على واحد الفيديو فيه شاب هاز موس كيسرق في بنكة وفي وضح النهار. والناس هنا غيتحولوا من الناس اللي كانوا كيهاجموه بسبب الفعلة ديالو اللي دار للناس كيتعاطفوا معاه وكيطالبوا بالعفو عليه باش ما يتشدش. محمد شاب نقي خدام خدمة بسيطة، عمرو ما مد يديه على ديال شي حد، وعمرو ما سرق. واحد الشاب اللي درويش وداخل سوق راسو على حساب مروات الام ديالو. لحد هنا كلشي كان غادي مزيان. اكيد كتسائلوا كاملين شنو السبب اللي خلى هاد الولد يتحول من شاب درويش وخاطيه المشاكل للمجرم وتجرأ يسرق البنكة. غنهضروا شويه على الاب ديال محمد. الاب ديال محمد واحد السيد اللي مريض وعنده سرطان، وعنده واحد الكرة في كرشو. حاول انه يتعالج منها، لكن الادويه ديال هذا المرض جد مكلفه، خصوصا واحد الدواء كيدير تقريبا شي 3 المليون والصرف. كانوا في الاول كيتعاونوا بيناتهم وكيشريوه ليه، ولكن الاب ديالو ما خاصهش غير بواطه وحده ديال الدواء، بحكم ان الدواء غالي بزاف، يعني خاصك تكون مليري الا بغيتي تشريه، وهما ناس بسطاء على قد الحال فما قدروش يشريو هذا الدواء. محمد كان فيما كيدخل للدار كيشوف باه كيتعذب بالمرض، باه كيغوت بالحريق وكيتعذب كيف ما كتعرفوا كاملين باللي هذا المرض صعيب والتكاليف ديالو باهظه. والمشكله هو ان الناس اللي كيكونوا مع المريض كيتعذبوا اكثر منه، يعني هو كيتالم والناس كتالم معاه اللي كتكون معاه في الدار. فعائله محمد كانت كتعذب اكثر من باهم، يعني الابن محمد والام ديالو. هنا ما غاديش يبقاو يلقاو باش يشريو الدواء، حيت كيف ما قلت لكم بلي هو ما خاصهش غير بواطه وحده. فالاب ديال محمد مسكين ملي ما غيلقاش الدواء غادي تزيد حالته تتأزم، وغادي يبدا يحس بالآلام والعذاب. وكان كلما تألم الاب وتعذب كان محمد والام ديالو كيتعذبوا اكثر منه. محمد كيبان ليه الاب ديالو الا ما تعالجش غيمشي للروضه. واحد النهار محمد غيدخل الدار كيبان في وجهه ماشي هو هذاك، مبدل. سول على النمره ديال الطبيب، خداها من عند باه، مشى عند الام ديالو في الصباح، قال لها انا خارج ولا تعطلت ما تخلعيش عليا. قالت ليه فين غادي؟ قال لها حتى بلاصه. وسولاتو واش خارج مع الدراري ولا مسافر، كيفاش غتعطل وما تخلعش وما نسولش؟ قال لها المهم الا ما جيتش للغدا بلا ما تسولوا عليا ولا تخلعوا. خرج ما عليه ما به، انا اقول لك ما يخرج. في ماشي يا ابني، قال لي انا خارج، ولكن الى في الغدا ما جيتي ما تقوليش علاش ما جيتيش تتغدى. قلت له في ماشي يا ابني، ماشي مسافر. قال لي لا غير هنايا وصافي. هذيك الخرجه الاولى والاخرى ما عرفتوش شنو خطط. قالت ليه مو صافي اولدي غير سير. الام ديالو قالت مع راسها بلا ما نحكر عليه، باه مريض ونفسيته مريضه خليه على راحته. ولكن مسكينه ما كانتش عارفه باللي هذيك هي خرجته الاخيره، وما كانتش عارفه باللي ولدها كيخطط لشي طريقه كيفاش يجيب الفلوس باش يعتق باه. وهنا محمد قرر باش يشفر البنك. في نفس هاد النهار مع الصباح محمد غادي يتوجه لواحد البنكة كاينة في مدينة طنجة فين كيسكن. غيدخل بطريقة هوليودية وغادي يبدا يهدد الناس في البنكة، هاز معاه سكين. المهم كل واحد واشنو كيقول وكيعاود على الطريقة وشحال ديال المبلغ اللي خدا من البنك. المهم المبلغ كان كبير، يعني فلوس صحيحة اللي شفر، وهو كيهدد فيهم بالموس حدا لاكاس. المهم خدا الفلوس وتوجه نيشان جهة الباب، ولكن هنا غير لقى الباب مسدود ومبلوكي، وغادي يبغي يحلو ويهرسو بجميع الطرق. ولكن كيف ما كنعرفوا بلي كاع البيبان ديال البنوك كتكون صحيحة وغير قابلة للكسر، هنا ما خلات حتى شي حاجه ما دار باش زعما يتهرس والو. ضرب الباب بالكراسه، ركلو برجليه، والو ما بغاش يتهرس. في هاد اللحظه البوليس جاو، وهنا محمد ما لقى ما يدير، شتت دوك الفلوس وبدا كيقلب على شي بلاصه منين يهرب. والو تحاصر من كاع الجويه، البوليس واقفين على برا، واخا كاع هرب ما عندوش كيفاش غادي يدير ليها. وهنا من بعد بزاف ديال المحاولات باش يهرب
غيدير داكشي اللي قالوا ليه البوليس وغادي يبرك على ركابيه ويتسرح ويدير يديه وراه. غادي يدخلوا البوليس وغادي يشدوه، ومن بعد غادي يخرج داك الفيديو اللي كنا شفناه، وكل شيء غادي يبدا يقول هذا المجرم خاصو يتربى على الفعل اللي دار. ومن وراها بشي سوايع قليله غادي يخرج فيديو اخر فيه الصحافه كدير استجواب مع عائله محمد، وهنا المغاربه كاملين غيتعاطفوا معاه، خصوصا ملي عرفوا دار هادشي على قبل الاب ديالو اللي مريض بالسرطان وما عندوش باش يشري الدواء. وكاين بعض الناس اللي صراحه ما تعاطفوش معاه وقالوا باللي ماشي مبرر انك تخرج تسرق بنك حيت ما لقيتيش باش تشري الدواء للاب ديالك، وماشي غير اللي ما لقاش الفلوس باش يتعالج ينوض يسرق بنكه ولا يدير شي جريمه. محمد غادي يتحكم ب3 سنوات، وخرجوا الناس اللي عارضوا هذا الحكم. هي فعلا من ناحيه العاطفه فخاص كانت تعطاه براءه تعاطفا معه، ولكن القاضي والوكيل شوف هما من ناحيه درسوها. الا جينا نشوفو فهما اكيد بغاوه تبقى هاد المساله عبره ودرس لاي واحد سولت ليه نفسه يخرق القانون، حيت الا تعاطفوا وتسامحوا مع محمد فاي واحد غيحتاج الفلوس غينوض يدير في حاله او لا يدير شي كارثه اخرى. هادشي علاش ما تسهلوش معاه في القضيه باش يحبسوا هاد الفوضى. صراحه انا شخصيا تعاطفت معاه وتمنيت كون كان شي استثناء ويخففوا عليه على الاقل، ولكن الوكيل والقاضي بغاوه يكون عبره. الفيديو ديال اليوم سالا، ما تنساوش اللايكات كيف العاده. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد وقضيه جديده.